لكل بنت ما بتفهمش في الكوره، احنا داخلين على كاس العالم، ولما بقى يجي لك جوزك ولا خطيبك يقول لك انا هقعد على القهوه اصل انت ما بتفهميش في كاس العالم ولا الكوره، لا تعالي لي انا بقى، انا هفهمك يعني ايه كاس عالم ويعني ايه كوره عشان تعرفي تتكلمي معاه كويس، عشان ما تقوليش ان الستات مكانها المطبخ. انا هبهرك بمعلوماتي عن كاس العالم. في ماتش ودي بين مصر والبرازيل زي ما تقول بروفا كده قبل كاس العالم. مش البروفه دي بتبقى عند الخياط؟ اديك على وشك. يلا نتعرف على منتخب الدنيا وتاريخها في كاس العالم. مصر ام الدنيا في كاس العالم، يعني الفراعنه، يعني منتخب مصر ام الدنيا في كاس العالم. هو انت فاهم حاجه؟ احنا كل اللي احنا عملناه جبنا جونين في كاس العالم سنه 34. اللي في كاس عالم 90 بقى مجدي عبد الغني جاب جون زلنا بيه طول العمر، والجون ده بقى اتعمل عليه اعلانات وبرامج كناس يعملوا عليه فيلم. السبكي راح لعم مجدي قال له انا عايز اعمل لك فيلم، قال له انا عايز عمر الشريف يعمل قصه حياتي، قال له عمر الشريف مات، قال له ماليش دعوه انت اتصرف. مثلا الثلاث ماتشات بتوع كاس عالم 90 دول كل ماتش له حكايه. احكي يا شهرزاد. اول ماتش قدام ايرلندا، كابتن شوبير وكابتن هشام يكن وكابتن هاني رمزي مرضوش يلعبوا حد معاهم، 3/4 الماتش الكابتن شوبير يدي الكوره للكابتن هاني او الكابتن هشام، وهما الاثنين يرجعوا الكوره تاني للكابتن شوبير وهو يخلي الكوره معاه بالنص ساعه. ثواني بس، ما يمكن هم بس اللي دفعوا ثمن الحجز ومحدش بقى دفع غيرهم فقاعدين بيلعبوا براحتهم. حجز ايه؟ ده كاس عالم في استاد باليرمو، مش ملعب خماسي في الشرابيه. المهم مدرب ايرلندا قرر ان هو يرجع بلده ويفتح مطعم وكافيه. ايوه، اسم المطعم ايه بقى؟ هديك على وش. لا انزل هات طماطم وخرج على الغدا يلا. الو، اديني نزلت، كملي. المهم الماتش التاني كان قدام بطل اوروبا 88 الطواحين الهولنديه، والكل قال ان مصر هيتعمل عليها سكور من بتاع السله، بس على مين؟ ده احنا المصريين لعبنا على هولندا لعب الحواري وقطعناهم حرفيا، فلتوا من هزيمه تاريخيه قدامنا، اكتفينا بالتعادل من ضربه الجزاء اللي الكابتن مجدي عبد الغني زلنا بيها لحد ما ربنا كرم بعد 28 سنه. وايه اللي حصل بعد 28 سنه؟ قبل ما اقول لك ايه اللي حصل بعد 28 سنه لازم تعرف ان مجموعه مصر في كاس العالم 90 كل المطوشه بتاعتها انتهت بالتعادل، ومن سوء حظنا لو كنا جبنا جون كنا تصدرنا المجموعه بدل ما بقينا اخرها. اللي حصل بقى بعد 28 سنه اننا رحنا كاس العالم في 2018 في روسيا. احنا بقى السنه دي مش هنروح كاس العالم، هو اللي هيجي لنا وفي توك. والله العظيم انت لو كنت جنبي كنت اديتك على وشك. المهم ربنا كرمنا رغم ان احنا خسرنا ال3 ماتشات، بس قدرنا بعد عمر طويل ان احنا نرفع راسنا قدام كابتن مجدي. البركه في ابو صلاح اللي جاب جونين. ابو صلاح ابن الناظر. هديك على وشه. محمد صلاح مهاجم مصر العالمي والتاريخي، باذن الله املنا في ربنا والرجاله بقياده العميد حسام حسن اننا نوصل لبعيد قوي في البطوله دي. قوطه وخيار. نيجي بقى لكينج اللعبه، ليفل الوحش، منتخب البرازيل السامبا. السامبا الشوكولاته كنت بحبها وانا صغير قوي. صبرني يا رب. البرازيل قصدك البن البرازيلي، عليهم كنكه بن. كنكه. هديك على وشك. حبيبي بنتكلم كوره، بقول لك ملوك اللعبه صعدوا كل نسخ كاس العالم. صعدوا بالاسانسير ولا صحتهم جايباهم وطلعوا على السلالم؟ بلاش صعدوا، اشتركوا يا عم وكسبوا كاس العالم 5 مرات، كاس ذهب عيار 18. بيستثمروا في الذهب يعني. مش هرد عليك، بس عندهم لعيبه جبابره اشرار اساطير، رونالدو، رونالدينيو، روبرتو كارلوس، روماريو، جامدين قوي يعني دول. هبسطها لك، عاملين زي عمر الشريف، عادل امام، سمير غانم، فؤاد المهندس وهشام ماجد ومصطفى غريب. يعني عشان بحبهم يا حبيبي. واحنا المسرحيه طبعا احنا عمرنا ما كسبناهم، دايما بنخسر معاهم، لحد 2009 جبنا جونين في نفس الماتش في 10 دقايق، لخبطنا لهم دماغهم، مع ان الماتش ده خلص 4-3 لحد ما المحمدي افتكر نفس الجون وطلع الكرة بايده، الحكم ما شافهاش وحسبها كورنر، بس بعد كده شافها على الشاشه الكبيره دي اللي في الاستاد فحسبها بقى ضربه جزاء. وفي الوقت ده ما كانوش طبقوا اصلا الفار. فار فين الفار؟ اسمه فار. الفار ده لما الحكم يبقى مش متاكد من قراره بيروح على شاشه صغيره يبص على اللقطات يعيدها من اول وجديد تاني علشان يشوف هياخد القرار ازاي. خلاص انا بقى تعبت، سيبني في حالي عشان تعبت منك. بس عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ ان احنا طبقنا الغسيل. دلوقتي يا جماعه احنا عندنا ليكم مفاجاه. اللي هيتوقع نتيجه ماتش مصر والبرازيل صح ليه عندنا جايزه. اسرع واحد هيكتب النتيجه في الكومنتات، اسرع واحد هنديله الجايزه. طب لو واحد تاني كتب النتيجه، اكتب انت بقى توقعك مين هيجيب جون، فاللي هيكتب تفاصيل اكتر اسرع واحد هو ده اللي هياخد الجايزه. See you later. برا